أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوم أهل اليقين من ذر ذلك الإذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه وخلقه من خلقه والنفل عبد أرسله الله الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان بظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها بمنة ذكرها الله بها على البشر وأوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وقع بحق الأمور وبرز فيها في خلقة الكرام وقر بها في الوجود وصوت المجد بكل وتفيع زلال الشرف العصر بوده وحبه وأترى أقوال بنذر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم المطلق الرسول والزين ذلك الجمال الميمون في أصحاب الكريمة هو المكتوم فما من صلب ضم إلا وتمت عليه الله النعمة فهو القدام الذي يتنظم
من وترويها للمتوقع يقينا لأنه وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت Pantesan penonton turun nge-lag ya. وما أكرمه الله به في موطنه من الفضل الذي عم العالمين Nge-lag ini ya guys. وبقيت رايته Pantesan penontonnya turun. منشورة على مر الأيام والخطف الكريمة Nah ini pakai data aja lah. WiFi-nya banyak yang pakai, jadi nge-lag. Ini nge-lag kan ya? وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلب أن تطل حركه به الأنامل بما استفاده الفضل من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والسماء التي هي أحسن الشمائل وهنا حصل عن مثبت ما بلغها إلينا في شأنه هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هذا الأسماع والأبصار وقد بلغنا في أحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور موضوع في هذه الصورة فالنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما هكس وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال يا جابر إن الله خلق قبل أشياء نور النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلق وآخر في البعث وقد عادت روايته بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من سأت بين البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسباب والبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أرسلته يد العلم القديم إلا من خصه بتكريم عبده الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في مكاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بدنها ودمته أشاؤها بهداة الله محافظة على حكي هذه الدرة وزونها فحملته برعاية الله كما
وورد أنحى حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا إلدا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على عالم هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده السميع اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وجب
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ ألقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إصراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش تذكر بفصيح العبارة معلنة في كمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات مترمقة بإطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله في البطون والزهور فأزهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونوته هذا الحبيب علت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وامطر وجود الله على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بتفسير للعالمين تعيد سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة الكشفت إلى هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تحديثا لجنابها المشعور ومشاركة لها في هذا سمات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على أموره وجود هذا الممدود فانفلق سبحان الكمال من النور على الأمور وبرد الحميد المحمود مزينا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Masya Allah.
بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli
سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من قرار أوصاف محمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يتبع عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصات وصيات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود ظفيرا وعلى باب عزته تحط الرحال فتعشاها منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك صديق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكميلة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رايات دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادي وسكي كؤوس إرشادك لأهل مدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بآجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحشين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهربنا فيه بنياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤامل بما عمل وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووله وظهر وأم ببركته وشارف بجهته أولادنا ووالدينا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسورا وأكشف اللهم غربة المغروبين
واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة الثائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجامع النواهي والأقطار وأيدهم بتوحيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terutama puji dan syukur kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat Islam, iman, sehat, wal afiat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kehadiran kita, Nabi kita, juru selamat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kita sebagai pengikutnya insyaallah setia hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terutama yang saya hormati Tuan Guru Al-Ustaz Haji Muhammad Syahrabil bin Kiai Mahfuz Asirul. Sama-sama kita doakan semoga guru kita sehat walafiat, Allah jaga, Allah lindungi, Allah jadikan ilmunya yang bermanfaat untuk kita. Dan juga kita kedatangan tamu yaitu Bang Zuma, Ketua dari Apologet Islam Indonesia. Betul? Dan kita doakan juga buat Bang Zuma panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan Allah lindungi perjuangannya, Allah lindungi dalam dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Serta para hadirin hadirat jemaah yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada antum semua. Sama-sama telah kita lalui, yaitu pertama pembukaan yang telah dibacakan oleh Sohibul Bait, yaitu Ustaz Haji Susanto. Kita doakan juga kepada Ustaz Haji Susanto, mudah-mudahan beliau sehat afiat, dijaga oleh Allah.
Muhammad yang sudah barusan kita bacakan juga. Dan yang ketiga yaitu kami mohonkan untuk Bang Zuba memberikan dulu. Baik, mohon maaf. Oh, ngaji dulu. Jadi yang ketiga yaitu kita ta'lim dulu sama guru kita Kiai Haji Muhammad Syahrabil. Pada beliau kami persilakan alaihi tafadhal maskur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, alladhi khassa Muhammadan fi ashrafil manasibi wal maratib. Ahmaduhu ala manaha minal mawahib. Allahumma salli wa sallim ala rezekinya dan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat tamu kita, narasumber kita, Ketua API Apologi Islam, Apologet Islam Indonesia. Menyala terus dari Bang Zuma. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Tambah bininya. Belum. Amin. Tambah berkahnya. Amin. Dan terus bersinar berjuang dalam dakwah serta mengajak kebenaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Ibu, dan orang doang yang nyaut. Berapa sama saya. Lain lomper ya. Yang dimuliakan Allah, kalau punya aplikasi handphone Al-Quran boleh dibuka surah Al-A'raf ayat 157. Ibu, lu kan kalau gak disautin gak nyaut itu ya. Nyaut. Apalagi dikasih makanan begitu, hilang fokus aja. Ya. Buka surah Al-A'raf ayat 157. Ya, kalau nggak ada aplikasi Quran boleh di Google biar kita tahu ayatnya tentang sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Nah, ini karena malam ini maulidnya kita kenali Nabi Muhammad dari kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit-Taurat wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul, mengikuti Nabi al-Ummi yang bodoh, al-Ummi yang tidak bisa baca, yang tidak bisa menulis. Dalam Al-Quran Nabi kita disifati dengan al-Ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis.
Tetapi ini bukan menunjukkan bahwa Nabi kita tidak fatonah atau tidak memiliki kecerdasan. Tetapi beliau dari kalangan bangsa yang masyarakatnya saat itu la yaqra wa la yaktub, tidak membaca, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, alias bangsa Arab pada zaman Nabi diutus itu adalah bangsa yang primitif. Ibu, ngerti apa kagak ngomong primitif? Lah pakai bahasa kampung aja kan ya, ngerti ya? Kagak bisa nulis, kagak bisa baca. Nggak pernah sekolah, jadi nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Cuman kalau sama duit kenal apa enggak? Waduh, siapa baik juga sama duit mah kenal ya. Nah, tetapi ini kata Al-Quran, Nabi kita yajidunahu maktuban indahum fit Taurah. Mereka mendapat Muhammad namanya ditulis, dicatat di Taurat. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, Allah turunkan kitab suci namanya Taurat. Wal Injil di zaman Nabi Isa, Allah turunkan kitab suci namanya Injil. Bagi Nabi Musa, Nabi Isa, turunkan kepada keduanya kitab suci berupa Taurat dan Injil. Di dalam Tauratnya Nabi Musa, Injilnya Nabi Isa, maktuban Nabi Muhammad namanya ditulis sallallahu alaihi Nabi. Diceritakan, ini tanda bukti beliau bukan sembarang orang, karena sebelum ada tidak ada manusia yang sudah disebut namanya kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita belum lahir, emak bapak kita bingung. Bingung apa?